السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا عن الظواهر اللهجية التي سمح للعرب أن يقرأوا القرآن بها والتي لا تؤثر على المعنى. من جملة ذلك كما أسلفت الفتح والإمالة وبين اللفظين، بين اللفظين عن الإمالة الخفيفة. هذا لا يعني ليس فيه شيء مخيف يغير المعنى. لو قرأ قائل مثلا والضحى هكذا فيها إمالة قليلة، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولو قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي. ولو قرأ بالفتح هذا سمح به وهذا سمح به وهذا سمح به، لأنه لا يؤثر على المعنى. من جملة ما سمح به ضم ميمات الجمع. عندنا في اللغة العربية ميم الجمع نحن في الأغلب الأعم في القبائل نسكنها، نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن بعض القبائل العربية في زمن النبوة كانت تضم هذه الميم وتشبعها وتصلها بواو، فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أيضا ليس فيه شيء مخيف على النص، لا يؤثر على المعاني، سمح به أيضا. التفخيم والترقيق، يعني مثلا لو قلنا كبيرة أو كبيرة، بعض القبائل تقول هكذا وبعض القبائل تقول هكذا، أيضا هذا لا يؤثر على المعنى. لو قلنا كبيرة ما تغير المعنى، كبيرة أيضا ما تغير المعنى. الصلاة، بعض القبائل تقول الصلاة فيفخمون اللام، وأغلب القبائل تقول الصلاة فيرققون اللام، أيضا هذا لا خوف فيه ولا خوف منه. فتح بعض الياءات وإسكانها، يعني مثلا إني أراني أعصر خمرا أو إني أراني أعصر خمرا، ما يؤثر على المعنى ولا خوف من يعني السماح للعرب في زمن النبوة بأن يقرأوا بهذا وبذاك، لأنه لا يؤثر على المعنى. الياءات الزوائد التي يسميها العلماء الياءات الزوائد، بعض العرب كانوا يتركون بعض الياءات اعتمادا على فهم السامع، يعني مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أصلها يطعموني. فلو قرأ القائل على الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، هذا على الأصل أن بقاء هذه الياء، لكن أغلب العرب تركتها اعتماد على فهم السامع، وبهذا قرأ رسول الله وأقرأ، وبهذا قرأ وأقرأ بإثبات الياء وحذفها، لأنه لا يخيف لا يؤثر في المعنى. هذه بعض الظواهر اللهجية المندرجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم، هذا الضابط، اقرأوا كما علمتم. لكن بعض المظاهر اللهجية التي كانت في زمن النبوة لم يسمح بها، يعني بعض القبائل يقولون عتى بدل حتى، عتى بدل حتى، لم يسمح بذلك. طمطمانية حمير عندهم، هم في جنوب الجزيرة العربية، عندهم أداة التعريف أم بدل أم، يعني بدل ما يقول المسجد يقول أم مسجد، بدل أن يقول الكتاب يقول أم كتاب. ولهم بقايا إلى عصرنا هذا في بعض مناطق اليمن، يقولون مثلا يعني أم مصطفى بدل المصطفى يقولون أم مصطفى بدل المصطفى، وهكذا موجودين ومعروفين. وجاء رجل منهم في زمن النبوة كما هي القصة المشهورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل من بر صيام في سفر، يعني هل من البر الصيام في السفر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم بلهجته ما من بر صيام في سفر، فأجابه بلهجته بلهجة حمير. هذه لا يسمح بها في القرآن الكريم، يعني لا يسمح في القرآن العظيم أن يبدل الرجل أو القارئ لام التعريف، بدل ما أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه أن يقول ذلكم كتاب، هذا لا يصح ولا يجوز. في شيء اسمه عند العرب في زمن النبوة اسمه الكشكشة، وعند قبائل أخرى اسمها الكسكسة، يعني كاف المخاطبة المؤنثة يقلبونها شينا،
تصوروا، يعني مثلا بدل أن يقول للأنثى بيتك يقول بيتش، بيتش، أو بالسين يقول بيتس، بيتس. وإلى الآن لهم بقايا هؤلاء في حضرموت، إذا الآن إلى الآن إذا خاطبوا الأنثى يقول أهلش، بيتش. وفي بعض مناطق القريبة من الرياض والرياض يخاطبون الأنثى هكذا، مثلا بيتس، أبو مثلا أبوتس، يعني بدل أبوك يقول هكذا بالسين. هذه لم يسمح بقراءة القرآن بها البتة، مع أنها لهجة عربية صحيحة. إبدال الجيم ياء أيضا هذا لم يسمح به، كانت العرب تفعله كما نسمع الآن في بعض مناطق شرق الجزيرة العربية وجنوبها، مثلا بيقولوا يوعان بدل جوعان، لا يسمح بهذا. لا، مرة قال لي أخ أظنه من حضرموت قال لي نحن ما تعلمنا علم التيويد، علم التيويد بالياء قالها، وقال لي من أين يخرج حرف الييم، الييم وقصده حرف الجيم. هذه الإبدالات كلها لا تصح. خلط القاف بالغين مثل إخواننا في السودان، بدل ما يقولوا قا بيقولوا غا، قاف مخلوطة بالغين، هذا لا يصح أبدا أبدا أبدا. فأرجو من إخواننا من يسمعني من أهل السودان أن يتكلفوا وأجرهم على الله، وإذا تعنى الإنسان لإخراج القرآن العظيم صحيحا له أجران. فما يقول مثلا الواحد منهم المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يقول المستقيم. وهناك العكس، خلط صوت القاف الغين بالقاف. يعني بعض الناس كمان سمعتهم في شرق الجزيرة، أظن في قطر سمعت ذلك، غير المغضوب يقول غير المغضوب، غير المغضوب، فيخلط صوت الغين بالقاف بعكس الأول. صوت القاف المنتشر في عدد من مناطق الجزيرة العربية، بعض القبائل تستعمل مكان القاف، قالوا يقولون، وبعض القبائل يستعملون الصوت نفسه مقابل الجيم، فيقولون مثلا مثلا نجيب، نجيب قصدهم نجيب. يقولون مثلا قليل وقصدهم جليل، بينما أولئك يعنون به قليل. إذا قد يختلف المعنى، لذلك لا تصح قراءة القاف، قراءة القرآن بهذه القاف. يقول القائل مثلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لا يصح، لا يجوز، لا سند له، ليس ثمة من يرويه عن رسول الله. فلذلك أنصح كل إخواني من يسمع كلامي، أمحضهم النصيحة لله، أن هذا الصوت غير مسموع في القرآن، ولو سمعتوه من آبائكم وأجدادكم وأهل بلدتكم وفتحتم أعينكم على بيئة تقرأ القرآن في المساجد هكذا، يقولون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن هذا الصوت عامي لم ينزل به جبريل ولم ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. فعلينا أن نقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك من يقرأ الجيم جيم بالنسبة لإخواننا في مناطق تعز في اليمن، وأيضا في بعض مناطق الأخرى في عمان أيضا، وفي القاهرة طبعا الجيم القاهرية هم أهل أمها وأبوها، هذا كله لا يصح قراءة القرآن الكريم به. يعني ما بيصح الواحد يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو مثلا إن يأجوج ومأجوج، هذا كله لا يصح. لا بد أن ننطق الجيم كما رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، إن يأجوج ومأجوج. قلب القاف همزة أيضا لا يصح، كما يفعل أهل الشام الكبرى، يعني الشام ولبنان والأردن وغيرها، وكذلك في مصر هذا لا يصح. يعني قال لي وقلت له هذا في الكلام العامي، في قراءة القرآن لا يصح البتة. قلب القاف همزة كافا، كبعض مناطق فلسطين قلقيلية وغير قلقيلية وصفد وكذا، كال يكول، ما بيصير نقول في القرآن كال يكول، يكولون ما بيصير، لابد أن نقول يقولون، ونتعنى لذلك ونتدرب ونتمرس عليها ولنا أجران. لنا أسوة بإخواننا الأعاجم الذين يبذلون الجهد الكبير ليتعلموا حروف القرآن العظيم.
إذن هناك رخصة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يقرأ وما لا يقرأ، وأعطانا هذه القاعدة العظيمة صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. وكله تحت مظلة أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا كما علمتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قبائل عديدة، يعني أغلبهم قرشي، لكن مثلا ذكرت لكم سيدنا أبو هريرة دوسي من بني دوس، عبد الله بن مسعود من هذيل، عبد الله وهم أهل الإمالة، فلذلك عبد الله بن مسعود أقرأه رسول الله بالإمالة. قرأ رجل على عبد الله بن مسعود فقال طه، فقال له ابن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فقال ابن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فأقسم له سيدنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه طيه، إنه إلى كم ترد علي؟ أنا أقرأني رسول الله طيه، أنا أمرت أن أعلم كما تعلمت، أنا هكذا تعلمت. لذلك قراءتا حمزة والكسائي، بل وخلف البزار في اختياره هذه القراءة الثلاث التي فيها الإمالات الكثيرة، مروية عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قام بتعليم القرآن للصحابة من فمه الشريف إلى آذانهم حرفا حرفا، الباء والتاء والثاء والجيم وكل حروف الهجاء، والقرآن كما أنزل. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصحابة الكرام الذين تلقوا عنه وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشهد لبعضهم بقوله هكذا أنزل، وهذه من أعظم الشهادات. قاموا بمهمة التعليم، فعلموا الجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين، ثم التابعون من بعدهم قاموا بتعليم تابع التابعين، وهكذا تسلسل الأمر إلى أن وصل إلينا نحن أهل القرن 21 الميلادي، القرن 15 الهجري، ولله الحمد. فوصل إلينا القرآن العظيم بأسانيد متصلة عن أشياخنا تسلسلا كاملا صوتيا لا انقطاع فيه، فمن عن أذن وأذن عن فم، من أول الإسناد إلى آخره، برجال معروفين موثوقون عرفوا بدينهم وعرفوا باستقامتهم على شرط البخاري. لو رآهم البخاري رحمه الله لأخذ عنهم، لأنهم ثقات عدول ضابطين تحققت فيهم شروط التلقي والتحمل والتحميل كاملة. فهذه منة عظيمة نفتخر بها نحن أمة الإسلام، ولله الحمد، أن كتاب ربنا عز وجل ليس كتابا ورقيا فقط، هو كتاب منقول عن رسول الله رسما، ومنقول عن رسول الله صوتيا بأسانيد متصلة. وسأطلعكم بإذن الله، أرى الوقت الآن داهمنا، سأطلعكم في الحلقة القادمة بإذن الله على أحد الأسانيد، وإلا هناك ألوف السلاسل المتصلة من عصرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلعكم على واحدة منها على سبيل التمثيل، وهذا شرف كبير لنا نحن المسلمين أننا ننقل كتاب ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم متصلا لا انقطاع فيه، فلله الحمد والمنة على ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، إن الحافظ هو الله عز وجل، ولكن الجليل سبحانه سخر لخدمة كتابه رجالا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم إلى عصرنا هذا، سخر له أئمة رجالا فرغوا أعمارهم لتحمل القرآن وتحميله، لتلقي القرآن وتلقينه. لذلك فازوا بالخيرية المطلقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمة الإسلام لما قال خيركم، يعني يا أمة الإسلام، من تعلم القرآن وعلمه. فلله الحمد على هذه المنة. نرى اللوحة التعليمية لحلقة اليوم التي نختم بها بحث النقد الصوتي للقرآن العظيم. نعم، نرى على اللوحة النقد الصوتي للقرآن الكريم. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به،
هذا أمر هام جدا يجب أن نعلمه يا إخوة. تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس كتلقينا نحن. الصحابة سمعوه من فمه صلى الله عليه وسلم، يعني غضا طريا، ولم يلاقوا عنة ولا صعوبة في تلقيه، ولكن الذي تحمل ثقل الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك كان القرآن العظيم كما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. المرحلة الثانية تلقي الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أو بالأحرى تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. المرحلة الثالثة نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم. مين يعني من بعدهم؟ يعني التابعون أو التابعين بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا، ولله الحمد والمنة على ذلك.